عبد المعز محمد جالهم إصابة. ليه؟ مفيش. وبعدين قبضوا عليهم بعد ساعتين. وزير الرياضه عامل بلاغ وبعدين بعد كمان يومين راح تنازل عنه. ادي الاتوبيس، وكل يوم اتوبيس متكسر، وكل يوم ناس متعوره. لا اله الا الله. عرضنا قبل كده اتوبيس، وعرضنا قبل كده تكسير، ولا حياه لمن تنادي ولا كأن حاجه. كل يوم نفس القصه، كل يوم نفس الحدوته. ما تروح تحل ده. ادي اللعيبه رايح يلعبوا كوره ولا رايحين بقى هيموتوا؟ واتفرجوا بعد كده هيحصل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيتعمل فيه ايه؟ وبعدين يعني والان قادر يأمن اتوبيس لحد ما يخرج من دمياط من 10 عيال طالعين وبعدين النيابه تمسك تيجي تحقق تلاقي بيان من هنا ونحن نتضامن معكم قلوبنا معكم، تضامن وبيان وعدد. يقول لك يا عم افرج. خش على المحله، التراس المحله بيت رئيس النادي تاني، وقالوا لا اداره النادي مش عايزه تجيب لعيبه ولا عايزه تجيب جهاز فني ولا ومشوا الدوماني. لسه ابراهيم يوسف ماشي، مشوا الدوماني. هيمشي الدوماني النهارده او بكره اكتر تقدير. وبعدين عمال طالعين راحوا محتجزين العمال. ليه؟ يقول لك لا يمشوا. هو بعد ما يمشوا هيحصل ايه؟ كسروا بيت البوابه بتاعت رئيس النادي في المحل، واهالي المنطقه طلعوا اتخانقوا معاهم، وهيعملوا وقفه وبيان ضد مجلس. مفيش كبير، مفيش مسؤول. وبعدين الادهى بقى ان يتم احتجاز العمال وهم طالعين من الورديه. والمصيبه الاكبر انه كانوا عايزين يروحوا سكه الحديد. طب كره ايه دي؟ ملعونه الكوره.